السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. شكرا جزيلا لكل المشاهدين وكذلك اللي اول مرة غادي يشاهدوا القناة، كنقول لكم مرحبا بكم. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك. ونمشيو للوصفه اللي غادي نحضر معاكم، الكرعين ديال الحولي اولا ديال البقري اللي كان متواجد عندكم. غادي تكون عندنا واحد الحزمه ديال الكرعين ديال الحولي على حسب الكميه اللي بغيتو. غادي نديرو واحد 2 معالق كبار ديال القزبر حبوب، واحد 2 طريفات ديال الحامض هكا مصير، 2 معالق كبار ديال الكمون حتى هو بلا ما نطحنوه نديرو هكاك حبوب، وواحد شويه ديال الملحه. وعندي هنا واحد الكركوبه ديال الثوم راه ما حطيتهاش، غادي نديرها لكم من بعد، و2 معالق ديال الزيت البلديه اولا زيت الزيتون، 2 معالق كبار. صافي الطريقه سهله. غادي ناخذوا واحد طنجره الضغط، من الاحسن الا كانت ثقيله كيكون احسن باش كطيب على خاطرها. صافي غادي نديروا التوابل ديالنا كاملين، وغادي نديروا هنا واحد الكاس متوسط ديال الماء بارد. صافي هذا هو القياس اللي غادي نطيبوا فيه. غير هو في هذه الوصفه طريقه مهمه بزاف. غادي نديروا النار غادي تكون مهيله بعد ما تصفر الكوكوط، غادي نخليو النار مهيله جدا. صافي وغادي نخليوها كما قلت لكم طيب على خاطرها. تقريبا غتاخذ واحد ساعه قل ربع على حسب الجوده ديال هذا الكرعين. حتى كنحصلوا على هذا المرق كما كتشوفوا معايا كتجي معسله، وكنرافقوها بالكمون، وبلا ما نقول لكم على اللذه ديالها كتجي رائعه جدا. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم، وما تنساوش تشجعوا القناه بجيم وبتعليق. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.